صور يا عم الحاج المرة العاشرة على التوالي وعلى التوازي الموبايل مش عايز يسجل. حابس حابس من كل شيطان ومارد. مش عارفة فيك ايه، الفيديو ده فيه ايه؟ رجيم سيرته بتجيب حاجة فيها حاجة؟ ها، بعيدوا عننا، احنا برضو هنكمل يعني. انا هكمل الفيديو. حابس حابس الفيديو الجملي رقم 4. النهاردة الخميس 26 يناير 2023. اليوم الخامس في الأسبوع التاني. الأسبوع التاني يعني الفطار كان فيه نشويات نص رغيف، والغدا والعشاء ما كانش فيهم حاجة، فبالتالي في سحب للكربوهيدرات أو النشويات. الأنسولين نسبته أو مستواه هيقل كتير، فبالتالي كل الفيتامينز والمينرالز زي البوتاسيوم وزي المغنيسيوم مستواهم بيقل، بيسبب هبوط، بيسبب عدم شغف أو أريافة عموما. بيسبب هبوط ودوار، وده اللي كان حاصل لي فعلا. ولكن لما زودت كمية البوتاسيوم الموجودة في أكلي، اللي موجودة في الورقيات زي الجرجير، زي البقدونس، زي الكزبرة، زي الفجل، الورقيات عموما، الكرفس، حسيت ان انا بقيت احسن، حسيت ان الدور راح مني. لكن هي الاريافه دي اعراض انسحاب نفسيه طبيعيه جدا من بني ادم كان بياكل حجم عائلي وبياكل كميات كبيره، بياكل بيتزا بالليل، يعني بيشرب لتر بيبسي مع الوجبه العائليه دي. اكيد 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 لما ياكل حاجه هيلثي فود ويعني ويقلل نشويات او يمنعها تماما في وجبتين، اكيد هيحصل له كده. تمام. وبما اننا عاملين دايت لو كربوهيدرات او قليل النشويات، عالي البروتين، هاي بروتين، فبالتالي انا بسحب النشويات او بقلل النشويات، وبالذات في رجيم الاسبوع التاني سحبت نشويات من الغداء ومن العشاء. طيب، الهرمون المسؤول او مرتبط بوجود النشويات هو هرمون ايه الانسولين. الانسولين الهرمون اللي بيتفرز اول ما الجسم بيدخل له نشويات او سكريات. اول ما بيخش نشويات او سكريات الانسولين بيعلى في الدم. الانسولين في الظروف العادية بيدخل النشويات او الجلوكوز، النشويات بتحول الجلوكوز جوه الجسم، بيدخلها للخلية علشان تحرقها، تديك طاقة، تديك انرجي. تاكل وجبة تحس ان انت اديتك طاقة، ده الطبيعي. طيب انا لما اكون انسان تخين وكل طول الوقت باكل، هيحصل ايه؟ هيدخل جوه الخلية، يفضل يدخل جوه الخلية لحد ما الخلية ليها كباستي معينة او سعة معينة، مش هتقدر تاخد اكتر من كده. طب الزيادة ده هيروح فين؟ هيتخزن، هيبقى كيلوهات زيادة. عشان كده بنقول كتر الاكل بيعمل ايه؟ كيلوهات زيادة، لان الخلية كده استكفت، كده استكفت باللي فيها. حضرتك عمال تاكل 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 تاكل، الانسولين عمال يرفع، تاكل مش عارفة بيتزا يطلع، طبق مكرونة يرفع، وهكذا. الخلية ما تقدرش تستحمل كل ده، فبالتالي الانسولين هيعمل ايه هنا؟ هيخزن. يبقى هنا ليه وظيفة تانية اللي هو التخزين. طيب في حالتنا احنا بقى هيحصل ايه؟ معظمنا هيعمل تخزين. يعني كل ما بيزود النشويات كل ما الانسولين بيعلى، كل ما بيخزن، ما بيخزن دهون. التخزين ده النشويات بتتخزن وبعد كده بتتحول لدهون، بالتالي بتزود الوزن، بتزود تخن. طيب انا لما اسحب النشويات من الوجبة يحصل ايه؟ الانسولين مش هيتفرز، فبالتالي هيقل نسبة الانسولين. الانسولين مرتبط بمين بقى؟ طبعا هنا لما الانسولين يقل، طبعا دي نقطة مهمة لازم اقولها، ان هو الحرق هيزيد، التخزين هيقل، فبالتالي حضرتك هتفقد وزن، هتساعد على فقد الوزن. طيب الانسولين قل، فهنعمل ايه؟ هنزود الحرق. وايه تاني؟ الانسولين لما بيقل انا بحس بالدوار والتعب وعدم الشغف او الاريافه. ليه؟ لان هو مرتبط بفيتامينز ومينرالز مهمه جدا، البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم. دول مهمين لايه؟ للريلاكسيشن، للمود الحلو، للانرجي والطاقه. من غير مثلا البوتاسيوم هتلاقي نفسك انت عندك دوار، تعبان، هبطان.
المغنيسيوم بيساعد على مود وريلاكسيشن للجسم كده وريفريشمنت، لكن من غيرهم هتحصل المشكلة كلها. طب انا اعوضهم بايه؟ اعوضهم ان انا اخد مغنيسيوم من بره من الصيدلية او اقراص، او ان انا اخد ورقيات كتيرة فيها مغنيسيوم وفيها بوتاسيوم، زي الجرجير، زي الفجل، زي الكرفس، زي البقدونس، زي الشبت. كل ده المفروض يبقى موجود في الوجبة يوميا علشان ما توقعش. انا حصل لي كده في اول يومين في الاسبوع التاني، وظبطت الدنيا وخدت الورقيات دي. طيب، بالنسبة بقى اليوم الفري، اليوم العالمي للأكل. اليوم العالمي للأكل، مش معنى ان هو يوم عالمي للأكل ان انا بقى افضل على مستوى تفكيري القديم. الدايت، الدايت لو اتعمل بطريقة وقتية وخلاص، وهم 6 شهور يا عم الحاج ونبقى هيفاء وهبي، مع اني هنفسها على فكرة وبكرة يفتكروا. هي مش دي المشكلة ان انت تفقد وزن وبس، يعني مش دي المشكلة. انا بقالي 20 سنة بفقد وزن، بقالي 20 سنة بفقد بال40 وبال50 كيلو، ببقى ملكان. بس هي المشكلة في ايه؟ ان انا ما بثبتش، ان انا ما بحافظش، ان انا نفس وراثة الافكار. الافكار هي والافكار هي عمره ما هيتقدم في حاجة. يعني انا افكاري ايه عن الرجيم؟ ان انا كنت اعمل رجيم. انت هتصبري، اصبري 6 شهور، اصبري سنة، اصبري 9 شهور وانت هتبقي كويسة وخلاص. لا 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 لا، اه هبقى كويسة وهخس، بس بعد 9 شهور يحصل ايه؟ هفضل بنفس دماغ سماح القديمة. يعني دماغ سماح القديمة هي ان انا افتح بقى والعائلي بقى والوجبات العائلية ولتر البيبسي اللي بحبه جدا ده هو. طيب هجيب علبة الايس كريم العائلي اللي هي كبيرة دي من السوبر ماركت واكلها في يوم ونص مثلا. هيفضل افكاري هي. لو فضلت افكارك او افكاري هي، تأكد ان بعد ما تخلص الرجيم هترجع تاني، هتكتسب كل الكيلوات اللي انت نزلتها. لان اللي ضيع جسمنا وضيع جسمي انا بالذات تفكيري هو ما اختلفش. المشكلة هنا ان انا مش هنتقم تاني من الاكل، مش هنتقم تاني من نفسي. هفضل على منوال الدايت. اللي هو ايه منوال الدايت؟ هاكل لحد ما اشبع، مش هاكل اكتر من طاقتي. اللي هي ايه؟ ان انا لما باكل اكتر من طاقتي بيحصل ايه؟ كل الباقي ده بيتخزن جوه جسمي، يبقى انا ما استفدتش حاجة، انا كده ما عملتش حاجة، انا كده بنتقم من نفسي مش بسعد نفسي. فلازم العقلية القديمة تنتهي. يوم الفري هيحصل فيه ايه؟ هتاخد وجبة فري، الوجبة اللي تغير لك مودك، ها، اللي تحبها، وجبة كاملة فيها كل حاجة، فيها سكريات، فيها نشويات، فيها بروتين، فيها خضار، فيها كل حاجة، بس على شرط ان هي تاكل لحد ما تشبع بس. وانا متأكدة ان يوم الفري، ان بعد اللي بيعمل دايت بالذات بتبقى معدته صغيرة جدا، يعني من اقل كمية هيشبع، وهو ده المطلوب، ان انت تاكل لحد ما تشبع، ما تزودش عن كده وتنتقم من الاكل. باقي الوجبة حطها في الفريزر للفري، اليوم الفري اللي بعديه، او اديها لاي حد تاني. الاكل مش هيخلص، الدنيا مش هتنتهي، المحلات مش هتقفل، كله موجود. يلا see you soon، باي باي.